أزمة منتصف العمر، خصوصا أزمة منتصف العمر عند البنات. احنا بنتكلم تقريبا 30 ل 40 سنة، الفترة دي من الحياة اللي هي ممكن نحس فيها ان الشغل ملخبط، ان احنا مش عارفين نعمل ايه، ان احنا حياتنا العاطفية مش شغالة، ما وصلناش لحاجة، طول الوقت في مقارنات بالناس اللي حوالينا واحنا مش عارفين هو احنا صح احنا غلط. قوليلي اولا احنا ليه متلخبطين في الفترة دي تحديدا، وبعدين هنتنقل طب وبعدين ايه النكست ستيب؟ أزمة منتصف العمر عند الرجالة والستات، لكن المجتمع بيسمح للراجل إنه يعديها بطريقة سواء أخلاقية أو غير أخلاقية. لكن البنات عندهم ثقافة محكومة إنها ما تقدرش تمارس حب ولا جنس ولا علاقات ولا كده، إن ده حرام. ثقافة المجتمع تحترم، مفيش كلام. لكن المشكلة هنا، هل فعلا البنات عايزة تتجوز؟ هل فعلا في أزمة ثقة بين البنات والشباب دلوقتي إنه هيبقى سند وهي سند، ولا هي هتتجوز واحد علشان هي برضه اللي تسنده؟ هي بتشتري حاجة توجعها. هل ده بيعمل اوفر ثينكينج اتجوز ولا لا؟ انا استحق واحد كويس؟ مفيش حاجه اسمها مفيش. لان المشكله هنا يا ندى ان انا عندي ناس على فكره في بلاد كتير جوه مصر وبره مصر انحاء العالم بييجوا يقولوا لي هو احنا ايه اللي فات؟ طب وانا ايش ضامن طالما ان ما حققتش في اللي فات هيجي اللي هي التحقيق الانساني لكن ناجحه. يعني تقريبا لو قلنا معدل 80-90% من البنات في السن اللي انت بتقولي عليه ده اوفر كواليفايد. طب وهم عشان اوفر كواليفايد، عشان هم متحققين، ده مأثر في نسبة الجواز ولا يعني مقارنة بزمان مثلا؟ طبعا سنة ما بقتش محتاجة، ما بقتش محتاجة ومش لاقية اللي ممكن يشارك. لأن خدي بالك الثقافة بين الراجل والست في الثقافات العربية بتاعتنا أو الشرقية بتتعامل على إن الراجل نمبر 1 وإنك لازم تتسندي عليه، الثقافة كده. لكن الحقيقة إن الشباب دلوقتي لا عايز يتجوز مسؤوليات والكوميتمنت، ولا عايز يخلف وعايز يقضيها، لأنه فاينانشالي الدنيا تقيلة. بس هو الجواز مشكلة فلوس. يعني المفاهيم نفسها بتاع وجعلنا بينكم مودة ورحمة أنا معرفش راحت فين. فالنهاردة الزمن الجواز بقى تكلفة مادية ومسؤولية. لكن هل في حد ممكن يرتبط بشاب أو ببنت النهاردة ويقول أنا هقدر أغمض عينيا، أنا مش هبقى قلقان منها؟ ثقة، يعني ثقة وأمان. الثقة والأمان والسند. هتقولي لي أنت يا كريمة مش بتقولي إحنا نسند على نفسنا؟ بس وجود شريك دي حاجة رائعة. وماله بالظبط بالظبط. لكن المشكلة هنا إيه بقى يا ندى؟ زيادة معدلات الاكتئاب عند البنات اللي أنت بتقولي عليهم. لأن بالظبط كده طالما هي محققة نفسها اتليست فاينانشالي أو بس احنا مش فلوس بس. هو ده بقى اللي انا بقوله. يعني ممكن تبقى محققة نفسك مكانة وشهاداته، بس انا عايزة حد ينام معايا ويقوم معايا ومارس معاه حياتي الطبيعية as a female. في ليه لا ما يكونش فيه ولاد؟ لو مش عايزة ولاد اوكي، بس عايزة ونسة، الأنسة. فاهمة؟ فهنا الحقيقة لسه في بنوتة مكلماني من إحدى البلاد الأوروبية بتقول لي يا كريمة أنا ببص هو أنا عملت إيه في حياتي؟ ومين قال إن النجاح فلوس ومكانة؟ وبتشتغل في إحدى الشركات العالمية. يعني هي دي النقطة اللي أنا بقول عليها، إنه مش ساتسفايد. أنا وصلت لإيه وليه وإمتى وفين وأنا عايزة إيه فعلا بقى. بالظبط. وأنتي شبعانة بقى بعد كل اللي وصلتي له ده؟ هو ده satisfaction. بالظبط كده، في satisfaction. فمحتاجين أعتقد إن إحنا نقول هو أنا مش هاخد كل حاجة، هو ده المتاح. لكن إحساسي بالإحباط ثم الغضب ثم الاكتئاب أعتقد هي دي الأزمة الحقيقية. خليني أسألك سؤال تاني، هل المجتمع يعني الصورة عموما
الايديل اللي الناس شايفه ان هي ايديل، اللي هو انت بتتخرجي بتشتغلي بتتجوزي بتخلفي معرفش عيالك بيخلفوا which ever، اللي هو التايم لاين اللي احنا متصورين ان هو الديفولت ده. هل هو ده اللي بيخلينا في مرحله ما نقف ونقول احنا فين وصلنا لفين، نبتدي نتشكك في الباث اللي احنا ماشيينه، ولا احنا بنتشكك فيه عشان حاجه بتاعتنا احنا بجد؟ لا يا ندى، دي حياه طبيعيه، حياه طبيعيه ان انا عايزه يبقى معايا حد. ما هو احنا بنتعامل مع السكشوال لايف على انها اباحه؟ لا. دي ده كونسبت غير حقيقي. انا عايزه امارس حياتي. فكون اللي انت تيجي في وقت تقولي هو انا فين، انا اخترت ده لاني انا مش ضامنه حد يبقى داعمني، فانا هدعم نفسي. هل دي نظره سليمه؟ طبعا يعني. بالظبط. لكن المهم هنا محتاجين نقول قراراتنا بنخسر فيها ايه. اتجوز واتطلق اوكي، ابقى زوجه تانية اوكي، ايه اللي يريح بالك؟ لكن ما نقعدش نشتكي، اصل يا ريتني ما كنت عملت كده، اصل الناس بيقولوا عليا عانس، اصل اللي نفسي يبقى عندي عيل. انا ده اللي بقوله، هو ده ان ده عنصر في قراراتنا او وقفتنا في دي بصمه في الدماغ على فكره، بدليل ان الاجانب ممكن يبقوا عايشين مع بعض سنوات كتير، بس اول ما بيقدم لها خاتم الجواز بتفرح جدا. يعني الحكايه مش ثقافه بس، دي انسانيه، اللي هو الكوميتمنت الحقيقي. بس انا مش لاقي اعمل ايه، اروح اتجوز اي حد ماشي جنبي في الشارع عشان ينكد عليا ويجيب لي امراض؟ يعني مش ناقصه. مش ناقصه، لا مش خربانه والله. والولاد، انا لسه كنت شايفه حد من الكلاينتس بيقول لي يا كريمه انا محتاج اتظبط اتعالج، لان انا متلخبط. هو شخصيا يعني. انا عندي تروماس هتخلص امتى؟ عشان لما اجيب عيل انا عندي 2 3 تروما هديله 10. فطريقه التفكير برضو لا ما بتورث، لان هو لودد. فطريقه برضو التفكير، هو احنا بنجيب عيال ليه يا جماعه؟ هو ميداليه بالظبط. فانت مسؤول انك تجيب شريك يفرح قلبك وتبقى مسؤول عنه. مش قادر اقول ما يفرح العيال بالظبط. فما فيش فالحقيقه الكلاينت ده حد جميل جدا، فقال لي انا علشان اتجوز، هي طبعا الشكوى جت من امه لانه حاجه كبيره شويه، فقالت لي الواد وانا نفسي افرح بيه، وانت عارفه الثقافه دي. فقلت له في ايه؟ قال لي انا عندي تروماز اصلا من ابويا وامي في زمانهم. النهارده في الزمن ده انا هورث ولادي اجيب شخصيات شكلها ايه؟ مجرد علامه الاستفهام دي ده وعي خرافه على فكره. بس انت عارفه ان الناس قليله قوي اللي عندها الانسايت ده. انا ما اعرفش قليل ولا كتير، انا بتكلم لان في ناس قالوا لي قولي لي التجارب بتاعتك يا كريمه من خلال شغلك، فانا بقول لك تجربتي مع حد الوعي زاد بان انا اقدر على ايه وما اقدرش على ايه. يعني انت شايفه ان في ناس اكتر دلوقتي حاسين انه موضوع الجواز والخلفه ده مسؤوليه، فاحنا محتاجين نروح لثيرابيست ونتعالج بالظبط ونوصل. بلاش نتعالج، اشوف روحي اقدر على ايه وما اقدرش على ايه، مش بالضروره نبقى عيانين ولا حاجه يعني. نفسنا يعني نفهم نفسنا بس بالظبط، واقول اقدر على ايه وما اقدرش على ايه. وحكايه اللي انا هجيب شريك ما حصلش، كله حصل. فكره ان هيقف معايا في المطبخ ويعمل لي المعرفش ايه وانا اعمل له ايه، احنا وساعات بنزهق مش عايزين نشوف وش بعض، وده عادي طبيعي. نقبل الشراكه انت دايما مش السيطره. كلمه انه لما نيجي نتجوز محتاجين نبقى مقتنعين ببعض 100% صح، علشان بعد الجواز ده هينزل ل 70 بالظبط، ما نبقاش مقتنعين 70 فينزل ل 40 طبعا. لان فعلا الشراكه في الجواز بالتحديد لازم يكون الاقتناع 100%، مش عشان هو كويس 100%، لا، عشان انا هقدر احتمل السالب مع الموجب. 100% هتنزل ل 70، الحياه ممكن تمشي 60 تمشي، لكن لما تدخلي لي 70 وتوصلي ل 30 هو احنا بنعمل ايه في روحنا؟ مش هنخلص. طيب خلينا نقول ازمه منتصف العمر سبيشالي عشان الستات، في الستات اللي من 30 ل 40. ايوه، تقولي ايه دلوقتي بعد المناقشه اللي احنا اتناقشناها دي؟ انبسطي، عيشي حياتك، خدي بالك من صحتك، واللي يجي وقت ما يجي يلائمك وتقدري عليه اعمليه. ما تنسوش نفسكم،
ما تفكروش بدماغ بابا وماما والمجتمع، فكر انا اقدر على ايه، انا استحق ايه على فكره. فالبنات اللي زعلانه لانها ما اتجوزتش او انها ما اتحققتش في الجزء البيولوجي والانساني ده، هل من حقهم يزعلوا؟ طبعا، لان اي حد ناقصه حاجه، ده انا لو رجلي اتعوجت بزعل عليها يعني. فالحياه هنا ما فيهاش توازن، التوازن الطبيعي اللي ربنا خلقه مش متاح دلوقتي، احتمال يجي بعد شويه، ما تقطعش. فاحنا بنشتغل، المهم يبقى عندنا صحه وحاسين نقدر على ايه وما نقدرش على ايه. احبها قوي قوي، نفسي طبعا. ميرسي يا كوكي، العفو يا حلقه روحي، ظريفه. العفو يا روحي، العفو. يلا ان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه ان شاء الله.